شنو جبت لكم اليوم؟ جبت لكم واحد الخضره اللي قليل اللي كيعرفها، ماشي قليل. المهم هادي شنو كتسميوها؟ الباميه، الملوخيه، كل واحد شنو كيسميها كتب لي في التعليق السميه اللي كتعطيها. المهم هادي فيها بزاف ديال المنافع، بزاف ديال المنافع اللي مهمين بزاف في الصحه ديالنا، ولا ما سكروليتيش تعرف شنو فيها وتقدر تنفعك وتعرف كيفاش طيبها باش تستافد منها مزيان. في 100 غرام ديال الملوخيه الاوكرا كنلقاو واحد النسبه مهمه ديال الالياف، وكنلقاو لا فيتامين سي. نبدا لك بالالياف. الالياف الدائبه والغير دائبه تساعد على الحركه الجيده ديال الامعاء، وكتعاون في الهضم، وكتنقص ليا بطبيعه الحال السكر تيب 2. فيها الفولات اللي هو جيد بالنسبه للنساء الحوامل، وبلا ما نهضر على مضادات الاكسده، كرسيتين، فلافونويدات كتنقص ليا اكسده الخلايا وكتقوي ليا المناعه. المغنيسيوم والبوتاسيوم اللي مزيانين لصحه العظام والصحه ديال العضلات وتكوين الكريات الحمراء. كيف ما قلت لك الغذاء تيكونوا فيه مواد مغذيه، تيقدروا يكونوا فيه مواد مضاده التغذيه بحال لوكسالات والفيتات. هاد الجوج هادو اللي هما ما مزيانينش ملي كطيب الملوخيه، سواء كتسلقها ولا كطيبها في الطاجين، كينقصوا بواحد النسبه مهمه. هذيك اللزوجه ولا داك اللعيبه اللي فيها بحال هكا اللي ما كتعجبش بعض الناس، الا زدتي الحامض في الطاجين تقدر تنقص من اللزوجه، ولكن هذيك اللزوجه راه مزيانه. علاش؟ لانها تخفض الكوليسترول الخايب وكتغذي البكتيريا النافعه. بارطاجي لي هذه المعلومه مع صحابك، كيعاون ربي.